السلام عليكم البنات، واش راكم ملاح؟ انا الحمد لله يا ربي في نعمه، ربي يدومها عليا وعليكم ان شاء الله. اليوم طليت عليكم بهذا الفيديو وصفه بزاف بنينه واقتصاديه ومامتو صحيه لينا نديرو تغيير شويه، نبعدو شويه على الدجاج وعلى اللحومي وعلى الدهون. جيتكم اليوم بوصفه الارز. هذا الرز مفور، ما فيهش تغنجق بزاف، دوزني على خطره وتحطيه يطيب. كما راكم تشوفوا وصفة بزاف تشهي وبزاف بنينة وراح تعجب افراد العائلة تاعك. ديروا تغيير شوية. هنا درت الرز بالسلق. نعم، وصفة قديمة بالبزاف تاع جداتنا زمان، ومامتو كما قلت لك صحية. ندوزو للمقادير. هنا كان عندي الرز، غسلته خليته يقطر. الرز اخترت الرز هذاك اللي حبته طويله. قضيت، ما ننصحكش ديري بسمتي باسكو بسمتي تم يطيب وراح يطيب قبل ما يطيب الخضره. هنا قطعت الخضره تاعي، كنت درت الحميصه، درت الجزر، درت اللفت، درت الكورجات او القرعه، درت الجلبانه، درت الطرشي مقطع. تقدري ديري الحار، ديري الزيتون هذا خضر مقطع تاني. تقدري تضيفي اي خضره ياكلوها الافراد العائله تاعك. وحضرت هنايا البصل تاعي مقطع، ودرت راس توم تاني قشرته وسكرفشته. ندوز هنايا نحط الرز تاعي اللي كنت غسلته من قبل وخليته يقطر. زدت ضفت الخضر تاعي، قلت لك الخضر على حسب الافراد تاعك واش ياكلوا. انا استعملت هذه الخضره كانت موجوده عندي في البيت. ضفت البصل والثوم. ضفت طماطم مصبره. هنا انا ضفت على حسب الرز تاعي. انا هنا الرز استعملت كاس كبير، والخضر استعملت كل شيء حبه حبه. درت هنا سكنجبير، درت فلفل اسود، درت شويه كركم، ودرت راس الحانوت، وضفت الزيت والملح. هنا الزيت انا نسيت ما صورت لكمش. ضفت الزيت والملح. درت هنايا الفلفل الاحمر حار. اذا ما ياكلوش افراد العائله تاعك الحار تقدري تضيفي فلفل عكري عادي. وخلطت هنايا كل المكونات مع بعض. هاد الوصفه بزاف بنينه، حنغيروا شويه. هاد الوصفه صحيه، حنزيدوا لها السلق تاني كنت غسلته وقطعته خليته يقطر. انا استعملت يدي باش خلطت كل المكونات مع بعض. جربي هاد الوصفة هذه، راح تعجبك وتعجب أفراد العائلة. والحاجة المليحة في هاد الوصفة أنك تخلطي كلش وتخليه يفور. أنا التفوار حكم لي ساعتين ساعتين ونص هكاك وهو يطيب. يعني دوزنت كلش على خطرة خليته يطيب. هنا حكمت كيما قلت لك السلق تاعي، كنت غسلته نقيته، قطعته كيما راكي تشوفي. هنا انا قطعته قطع صغيره، بك الكاميرا تبين فيه كبيره. عاودت خلطته تاني مع الرز هذاك اللي كنت خلطته بيدي، ودخلت فيه التوابل. حنزيد ندخل السلق تاني في الرز، نخلط مليح. اصلا موسم تاع السلق دوكا، عاولك خضر يشهي. كاين بزاف وصفات تانية راح نشاركهم معكم في قناتي بالسلق. هاد الوصفة تاع جداتنا كانوا زمان يديروها في كل موسم، يعطولو حقه في الخضرة. ما كانوش يخبيو الكونجلي كيما دوكا. حنا دوكا الحاجة اللي تفوت وقتها تلقينا نخبو منها الكونجلي بزاف خطر على صحتنا على أولادنا.
لازم كل حاجة ناكلوها في وقتها أحسن. هنا كنت كملت خلطت السلق وحطيته في الكسكاس باش نحطو يفور، نغطي عليه، نغطي عليه. هاوليك الماء هنايا كان سخن معايا، حطيته يفور، خليته هنايا قلتلك واحد ساعتين باش يوجد. ما تنسينيش حنونة بجام واشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، وما تنسيش تبارطاجي لي القناة تاعي حنونة. بكم نتوما راني نتشجع، وبكم نتوما كي تكتبوا لي في لي كومونتير تشجعوني وتحفزوني باش نقدم لكم وصفات اكثر فاكثر. قناتي ما راهي تاع بريستيج، ما راهي تاع زوخ وفوخ، راهي قناة عادية بسيطة للناس البسطاء كيما انا. هنا خليته يفور وخليته يوجد. هنا بعد ما فار شوفي حتى حبة الروز راهي تنفخت الله الله، وكلش الخضرة راهي طابت، حتى اللون تاعو راهو تبدل، كل شيء طاب، السلق طاب، الجزر، البصل، الخضر كامل طابت. هنا حنحطو معاكم حسب بيه. هنا تحبي تضيفي له القليل من الزيت، زيت الزيتون ولا الزيت النباتي ولا عادي. انا اكتفيت بالزيت اللي ضفته من الاول، ما زدت له والو. تحبي هنا تاني تقدري تقطعي له شويه معدنوس باش يجيك صحي اكتر، تاني تقدري تزيدي تضيفي له المعدنوس، حيعطيه تاني بنه بزاف بنينه. نتمنى الوصفه ان شاء الله هذه تنال اعجابكم. هنا بعد ما وجد حطيته في صحن التقديم وزينته بالقليل من الزيتون. التزيين اختياري، تحبي تاكلي هكاك تحبي تضيفي له هكا القليل من الزيتون. انا نضيف له زيتون حار وزيتون اسود. شوفي كل حاجة جات على حبة. هاوليك الروز ما تحرحر معايا ما والو، راهو جد كيما يحب الخاطر. شاهدكم في الجنة حبيبتي خياتي. نتمنى ان شاء الله الوصفة نالت اعجابكم. ما تبخلونيش بجام واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.